اديني بقى سبب واحد يخليكي تشتريها من برا. ده بكوباية زيت واحدة هتعملي كيلو من الطحينة، خام وتحفة زي ما انتوا شايفين. نظافة وجودة مفيش كده والله، وعمرها ما هتفصل منك. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتعالي نشوف انا بعمل الطحينة الخام ازاي. اول حاجة كده بجيب الصينية بتاعتي او الطاسة، وببتدي انزل بكوباية من السمسم الني. أيوة الني، وأهم حاجة تنقيه كويس جدا جدا. وبعد كده هرفعه بقى على النار، على نار وسط، مع التقليب المستمر. اوعى ايدك تقف خالص عن السمسم. وفي الوقت ده لو انت اول مرة تشوفي قناتي اشتركي معايا في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. حط لايك حلو كده منك ودعوة كده وليكي بالمثل. وعايزة شير كتير للفيديو، وعايزة متابعة لو انت على الفيسبوك. وزي ما انتوا شايفين كده انا ايدي خالص ما وقفتش عن السمسم. انا عايزه لونه فاتح ما يغمقش مني، ولو اتحرق هيمرر منك، فخلي بالك جدا. على نار وسط، وزي ما بقولك وزي ما انت شايفه كده، على طول ايدك في السمسم. وركزي في كل كلمه هقولها لان مهمه جدا جدا. اهو تبتدي تمسكي السمسم كده، ما ت... ما تستحمليش السخونه بتاعته. تمام، فتنزلي بقى بكوباية تانية من السمسم المحمص. السمسم الني مع السمسم المحمص اصلا بيديلك طعم حلو جدا. وبرضو السمسم المحمص منقيينه كويس جدا. هفضل هقلب فيهم كده، برضو على نار وسط، وايدي برضو ما بتقفش. تمام. وهقولك بقى من خلال الفيديو ليه الطحينة بتفصل منك، وايه اللي لو عملناه ما تفصلش طبعا منك. اهو تاني مرة برضو مسكت كده السمسم، ايدي ما استحملتش السخونة، بسيبه على طول، يبقى كده انزل بكوباية من الفول السوداني. اهو برضو بديلهم كده تقليبة، واقلب مع بعض كده على نار وسط، خلي بالك. طيب فايدة هنا السوداني ايه؟ بيدي طعم حلو جدا للطحينة. مش قادرة اقولك التلات انواع كده اللي هو سمسم الني، اللي ادينا يعني شبه تحميصة كده. احنا محمصناش السمسم الني ولا حاجة، احنا بس خلينا كده الزيوت بتاعته طلعت. وكمان السمسم المحمص ونطلع منه الرطوبة، وبيدي طعم جدا للطحينة. تقدري تستغني عن السوداني؟ اه طبعا تقدري تستغني عن السوداني، بس صدقيني بيدي طعم حلو جدا ومميز للطحينة. تمام. هنا كنت بقول لكم برضو نفس النظام، بفضل اقلب لغاية ما اجي امسك كده كل المكونات اللي هو الفول السوداني مع السمسم. ايدي ما تتحملش كده السخونة، بابتدي أروح طافية النار. وبعد كده أول ما أطفي النار ما اسيبش الطاسة، لأ أفضل أقلب لغاية قولي دقيقتين 3، لغاية ما الطاسة بتاعتي أو الصينية اللي أنا باعمل فيها تهدى وتبرد معايا. عشان لو سِبت السمسم على كده وطفيت وسِبته ترجعي تاني للسمسم والسوداني هتلاقيه اتحرق منِّك. تمام؟ فأنتِ خلّي بالِك من كل خطوة أنا باقولها. أنا هنا طبعًا سِبته كده لمّا هدي وبرد تمامًا، ابتديت إن أنا أطحنه. مش تمامًا أوي يعني، في الوقت ده كان دافي ما فيش مشكلة. طحنته في مطحنة الخلاط ما فيش مشكلة خالص، بيتطحن معاكِ وبيبقى زي الفل. تعالوا بقى نعمل تاني خطوة، معايا كوباية من الدقيق. دقيق عادي خالص جميع الاستخدامات، برضه على نار وسط، وإيدي برضه في الدقيق عايزة أحمّص الدقيق. مش عايزة طعم الدقيق يبان في الطحينة، لازم اديله تحميصة كده حلوة، وبرضه ما اقساش عليه او احرقه. هفضل برضه اقلب كده لغاية ايدي او لون الدقيق يتغير كده، يديكي شوية يبقى لونه اصفر، طبعا مش تماما. وتيجي تمسكي الدقيق، طبعا ما بتتحمليش السخونة بتاعته، هتطفي النار. وبعد كده برضو تفضلي تقلبي زي السمسم، تقلبي دقيقتين 3 لغاية ما الصينية بتاعتك ان هي تهدى وتبتدي تبرد معاكي، تبتدي تسيبيه. الخطوة دي مهمة جدا جدا. تمام. الدقيق عندي كده خد اللون اللي انا عايزاه، ما بقاش دقيق، بقى فيه التحميصة الجميلة، مش هيبان خالص طعم الدقيق في الطحينة. وابتدي اضيفه بقى على المكونات اللي احنا طحناها. تعالوا بقى هنجيب الكبة بتاعتنا، ننزل بنص كوباية من الزيت على سكينة الكبة كده، وتبتدي تضربي تخلي لونهم عامل زي اللبن. كل ما هتضربي فيهم اللون هيتحول للون ابيض، لون الزيت.
هيتقل معاكِ ولونه يفتح، هابتدي هاضيف نُص الكمية وهاضرب تاني، تمام؟ تعالي أقول لِك بقى عقبال لمّا نضرب كده إيه اللي بيخلّي الزيت إيه اللي بيخلّي الطحينة بتفصل منِّك، لمّا بتخلّيها خفيفة وتزوّدي زيت، تمام؟ فخلّي بالِك وتعالي هنشوف القوام مع بعض. ضِفت كده بقية الكمية وبرضه تفضلي تضربي كويس جدًا ولسه باقي معايا نُص كوباية من الزيت، هابتدي هنا هاضيفها وهاخد كمان اللي على الجوانب وهابتدي هاضرب تاني. لازم قوام الطحينة لو خفيف أكيد هيفصل منِّك، هيعمل طبقة زيت ما فيش مشكلة. هتعملي إيه في الوقت ده؟ يبقى الطحينة عندي باظت؟ لأ ما باظتش ولا أي حاجة، بتضربيها تاني عادي خالص بالهاند بلندر أو في الخلاط، بترجع كريمي معاكِ وبتبقى زي الفل. هاضرب كويس جدًا، جدًا كده قولي مثلًا لمدة 5 دقايق والّا حاجة، طبعًا باضرب واستنى شوية عشان الكَبّة، وارجع أضرب تاني لغاية ما يوصل معاكِ القوام بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. بُصّوا قوام الطحينة مش تقيل أوي ولا كمان خفيف أوي، عمرها بالسُمك ده إن هي إن شاء الله تفصل منِّك. أهو كنت باورّيكم كده على الميزان، يعني قولي 250 جرام كده على الكيلو والّا حاجة. تمام، فالكمية دي حلوة جدًا، طبعًا أنا لو عايزة أدّي لكم كمية كبيرة فأنا ممكن أزوّد لِك زيت، بس كده القوام مضبوط جدًا وعمرها ما تفصل زيت. بس اوعي طبعًا نسيت أقول لِك إن أنا ضِفت كمان نُص معلقة من الملح، والسلام عليكم.